كفتة الحاتي الخطيرة بمكونات كده سهلة وبسيطة هنحضرها في البيت، وهتديني نفس طعم وقوام بره بالظبط. خلاص مش هنشتريها من بره تاني. بجد من ألذ وأخف كده الأكلات اللي أنا بحبها، وإن شاء الله طريقتي في الفيديو كده تعجبكم وتجربوها. قبل ما أبدأ الفيديو معاكم متنسوش تعملولي لايك وشير واشتراك في القناة وكل الحاجات الحلوة دي، وكمان اكتبيلي كومنت علشان أعرفك. هنا كده انا كان معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة. انا مش عايزة اللحمة دي تكون كلها لحمة كده صافية، هكون عايزة فيها نسبة من الدهون شوية. هحط عليها بقى بصلاية مفرومة ناعم او مبشورة ناعم، اي حاجة يعني. وهنصفيها من كل المية، هناخد البصل كده بس وهنصفيه من كل السوائل اللي فيه. السوائل دي انا مش محتاجاها في الكفتة خالص، ممكن نستخدمها لأي حاجة تانية، لكن في الكفتة أنا مش محتاجاها دلوقتي. هحط بقى التوابل بتاعتي: ملح، فلفل اسود، معلقة كبيرة من بهارات الكفتة اللي هي الأكياس اللي بتتباع جاهزة دي، وحطيت كده رشة بسيطة من جوز الطيب بتديها طعم ونكهة كده حلوة في الأكل. هحط عليها بقى معلقة صغيرة من النشا ومعلقة صغيرة من الدقيق وربع معلقة صغيرة خالص من البيكنج باودر. انا في الوصفة يعني دي وصفة الحياتي الأساسية. انا في وصفتي اللي انا بعملها على طول بقى، انا بحط اللحمة على البصل والتوابل بتاعتي وخلاص على كده. يعني كل الاضافات اللي انا ضفتها دي، اذا كانت الدقيق او النشا او البيكنج باودر، لو انتوا مش عايزين تحطوه خلاص. انا بصراحة في الاوقات العادية بحط اللحمة على البصل وبس كده، وبتطلع طعمها لذيذ جدا. افرموها بقى على قد ما تقدروا، على ايديكوا او في العجان براحتكوا جدا. انا كنت حاطه العجان ورايا عشان استخدمه، بس بصراحه عجنتها كده على ايديا. هنفضل نعجن فيها كويس خالص لغايه لما تعمل، مش عارفه اسمها ايه، زي فتل كده او نساير، مش عارفه بيبقى اسمها ايه، هي بتفتل كده معانا. علشان كده دي اللي بتخليها متماسكه وبتلاقيها بتلزق في ايدك شويه. انا هنا كنت نقع رز بسمتي، سوري مودي كان بيلعب، انا اسفة. انا كنت هنا بعمل رز بسمتي مغسول ومنقوع. وبأي حاجة عندك، اللحمة دي كده خلاص جهزت، احنا ما كملناش فيها 5 دقايق، لحمة على بصل على بهارات. لو عندك بقدونس حطي في الخلطة نفسها بقدونس، بس انا بصراحة ما كانش عندي او ما كانش لسه جه، يعني جوزي ما كانش لسه جابه، فما كانش عندي ما حطيتش. لكن لما بيتحط لها بقدونس بيبقى طعمها حلو جدا. على اي حاجة عندك بقى وصبعي. آم، العصيان دي بتاعت شيش طاووق معلقة، المسن بتاع السكاكين، السيخ، اي حاجة عندك صبعي عليها انتوا. انا هنا بصبع على اللي هو المضرب بتاع الايد ده، كانت اليد بتاعته كده رفيعة فانا استخدمته. بيديها كده طراوة لما بتكون مفتوحة وبتستوي من بره ومن جوه، بتبقى حلوة جدا. انا كنت بطلعها كده من العصاية يعني دي، وبظبطها كده بايديا علشان يبقى شكلها متساوي. انا هنا بقى مستخدمة ايه، مستخدمة مية البصل. ممكن ناس تقول عليه مش صح، بس انا بدل ما اصبع بايديا بس على الناشف، او اصبع بمية او بسمنة وهي كده كده فيها دهون، زيت يعني او سمنة او كده وهي فيها دهون، فانا فضلت ان انا اعمل مية البصل، بيديها طعم كده حلو. وانا كمان يعني هي كده ما اتشربتش من مية البصل قوي، انا يا دوب بس ببل ايديا علشان العجينة بتاعت اللحمة ما تلزقش فيها، فبتديها والله طعم حلو جدا ومش بتأثر عليها يعني. هنا كده انا كنت بعمل الرز، حطيت زيت مع بصلاية مبشورة ناعم، لو عندك جزر ابشري. حطيت بقى التوابل: ملح، فلفل اسود، بهارات البسمتي، ممكن تحطي كاري، كركم، اللون اللي هو الزعفران ده. انا ما كنتش عايزاه يبقى اصفر قوي، مخليه اصفر فاتح شوية.
وبس كده. وحطيت واحدة لومي وحطيت قرفة، بس حطيتها بودر علشان انا ما كانش عندي قرفة عود يعني. بس كده. والرز خلص، ما زودتلوش مية كتير لان هو كان منقوع. هنا كده كانت اللحمة بتاعتي خلصت. سبتها شوية، لو عندك وقت سيبيها تتشمع شوية، مش عندك خلاص دخليها الفرن على طول. يعني حتة ان هي تقعد شوية دي مش في القاموس، يعني عادي هتتعمل تمام، مش هتتعمل خلاص. الاتنين بيدوا نفس الافكت. وبس كده. الكفتة طلعت وبجد هتحطيها بقى في فرن في صينية العادية دي، محطتلهاش اي دهون لان هي فيها نسبة دهن. ودخلتها الفرن على درجة حرارة 180. افتحي المروحة تستوي فوق وتحت، لو ما عندكيش مروحة افتحي عليها شوية بس تخلي بالك منها. بجد كانت روعة. هي منزلة اهي، حبيت اجيب لكم هنا ان هي منزلة النسبة كده من الدهون اللي كانت فيها. بجد كان طعمها يعني احلى حاجة هتعجبكم ان شاء الله. وادي الرز كان خلص. وكده وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان القناة كده تكبر وتفرحوني. وشكرا جدا على اخر فيديو او فيديوهين بجد لمتابعتكم ليهم. فيديوهات جابت ارقام حلوة وفرحتوني قوي. وبصوا اللحمة بقى متماسكة ازاي، ما فرفتتش مني ولا اسمها ايه، فتفتت ولا ايه، فتفتت كده مني ولا حاجة ابدا. كل صباع كده كفتة ماسك نفسه. والرز كمان رزاية ورزاية. وشايفين بجد والله احلى اكل كده ممكن تعملوه سريع بألف هنا وشفا. كده وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يبقى الفيديو خفيف كده ولطيف، وتكون طريقتي عجبتكم. وتقولولي كمان انتوا بتعملوا الكفتة ازاي في الكومنتات، وتصوروها لي وتبعتولي الصور. وبألف هنا وشفا على قلوبكم. باي باي.